عم تدوروا على وصفة جوانح مشوية بالفرن بطريقة كتير سهلة وطيبة. هي أسهل وأطيب وصفة حتجربوها. عندي هون كيليين جوانح نقعتن بمي وملح وخل وليمون وغسلتن وقطعتن وهلأ حتبلن. البهارات اللي استخدمتن معلقة ملح ومعلقة كاري ومعلقة بهارات مشكلة وبابريكا حلوة ومعلقة كركم ومعلقة كزبرة يابسة ونص معلقة فلفل أسود ومعلقة توم مهروس ومعلقتين لبن ومعلقة دبس البندورة ومعلقة دبس فليفلة حلوة. تقدروا تحطوا حدة بدل الحلوة وبخلطهم مع بعض كتير منيح. وآخر شي حضيف الكتير من زيت الزيتون وارجع اخلطهم كتير منيح مع بعض وبضيف عليهم الجوانح وبخلطهم مع بعض كتير منيح حتى تاخد الجوانح كل التتبيلة وبغطيهم بستريتش وبتركهم بالفريزر لتاني يوم، أو إذا حتعملوهم بنفس اليوم يفضل تتركوهم بالفريزر أقل شي 5 ساعات حتى الجوانح تاخد نكهة التوابل بشكل ممتاز. هاي التتبيلة معتمدتها من زمان وما بغيرها أبدا. وهون عندي كيلو من البطاطا قشرتن وغسلتن وهلأ حقطعن ل4 قطع. حبيت قطعن بهاي القطاعة حتى يعطوني هذا الشكل الحلو. انتو بتقدروا تقطعوهم بالسكين ما في أي مشكلة. وهلأ حطالع الجوانح اللي صارلن من امبارح. يا سلام على هالريحة اللي بتشهي وبتاخد العقل. وهلأ بصينية فيها ورق زبدة حصفهم بالصينية. وبنفس تتبيلة الدجاج اللي ضلت رح تبل البطاطا وصفهم بالصينية. هلأ فيكم مباشرة تنزلوهم على الفرن على نار هادية من دون ما تغطوهن، بس أنا بالنسبة إلي بفضل غطيهن حتى يستووا ومنشان يضل فيهن العصارة وما تنشف على الآخر. وهيك صارت جاهزة. شوفولي منظرها شو بيشهي وبيفتح النفس. وهلأ حغطيهم بورق الزبدة وبعدين بورق القصدير وعلى الفرن على حرارة 200 درجة شغال من تحت بس. وهلأ بعد ما استووا حشيل ورق القصدير والزبدة ورجعهم على الفرن شغلة 10 دقايق لحتى يتحمر الوش. يا سلام على هالريحة اللي بتاخد العقل. شوفولي منظر الجوانح والبطاطا شو بيفتح النفس. وأنا قدمت جنبها المايونيز، وإذا بدكم وصفة المايونيز بتلاقوها على صفحتي. وإذا عجبتكم الوصفة حبايبي لا تنسوا تضغطوا اللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وصحتين وألف هنا. سلام.